بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وجولة جديدة من اسكندرية. جولتنا النهاردة ان شاء الله من على شواطئ البروفاج في العصافرة. النهاردة 9/8/2026 بإذن الله هنشوفوا أجواء شواطئ البروفاج، ومن خلال شواطئ البروفاج بقى يعتبر شواطئ اسكندرية كلها بنفس النظام اللي هتشوفوه ده. كل الشواطئ مزدحمة جدا، وهنتعرف النهاردة على سعر الإيجار اليومي في منطقة، في شارع اسكندر إبراهيم، في شارع 45، في شارع خالد ابن الوليد. ليه الشوارع دي بالاخص؟ علشان خاطر هي الشوارع قريبه من شواطئ البروفاج، ممكن لو حابين تأجروا فيها يعني تقدروا تأجروا فيها وتروحوا شواطئ البروفاج عادي جدا. انا هنا ماشيه على طريق البحر زي ما حضراتكم شايفين كده. هدخل من شارع 45 جايه من اتجاه سيدي بشر، وهدخل في شارع 45، وممكن انتوا بقى تاخدوا طوالي كده واي يوترن تلف منه وترجعوا. ده بالنسبه للناس اللي معاها عربيه، لكن لو معكش عربيه هتنزل قصاد النفق اللي هو على ايدينا اليمين ده، هو دلوقتي بقى على ايدينا الشمال النفق ده، وتدخل فيه وهتطلع بقى على الشواطئ بقى. والنفق ده لما تدخل في النفق ده هتلاقي بقى ايه الناس اللي قاعدين بالتيكيتات بتاعه شاطئ شاطئ جزيرة الدهب قاعدين في وشك كده. اول ما تدخل النفق هتلاقي الناس دول، تمشي شوية كده هتلاقي الناس قاعدين في وشك، يعني بمعنى صح بتوع جزيرة الدهب قاعدين في النفق من جوه، الناس اللي بتقطع التذاكر. واصلا بوابة جزيرة الدهب من خلال النفق ده. فهمتوا كده؟ هنا احنا دخلنا في شارع 45 وخدنا اليوتيرن، وهنرجع تاني تمام، وهنبدأ جولتنا بقى النهاردة بإذن الله. شواطئ البروفاج هما 3 بوابات. بوابة أول واحدة واحنا جايين من ناحية سيدي بشر اللي هي شاطئ محمود سعيد، وبعد كده جزيرة الدهب اللي بتدخله من خلال النفق، وآخر واحد اللي هو البروفاج بقى. ده يعتبر آخر واحد من ناحية واحنا وشنا كده للمنظرة كده. تمام كده. كل بوابة من دول التذكرة بتاعتها ب25 جنيه للفرد، شامل كرسي وشمسية. يعني هتدخل كده هتدفع 25 جنيه وبس كده تدخل. ممكن جوه بقى تدي إكرامية للراجل، بس ده مش قانونا يعني. بس لو انت بقى عاوز تراضي الراجل اللي بيحط لك الكرسي وكده، ممكن تديله إكرامية في المتناول حضرتك، يعني مش اكتر من كده. يعني بيقعدك كده يعني على ما توصل وتدخل جوه للشاطئ. تراضيه تمام، مش عايز تراضيه عادي، يعني هو مش قانوني ان انت تراضيه. هو المفروض ان هو ال25 جنيه بس اللي بتدفعها، تمام، لكن هي مثلا منك بقى، فاهمين قصدي يعني. هنا احنا الشاطئ ده اللي هو اول شاطئ من ناحية سيدي بشر، اللي هو اسمه شاطئ محمود سعيد. زي ما انتوا شايفين كده الشماسي ملمومة، لان احنا خلاص كنا يعني قبل المغرب بشوية. الناس كتير جدا 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 على الشواطئ، وفي اسكندرية كلها ناس كتير قوي قوي يعني، لان طبعا شهر 7 وشهر 8 دول يعتبر هم دول شهرين الصيف يعني. وبعد كده يعني قبل 7 بتبقى الاجواء هادية شوية، وبعد 8 ما بيخلص الاجواء بتبقى هادية برضو، علشان خاطر المدارس خلاص بقى العيال بدأت تاخد دروس، فالدنيا واللي صيف يعني. بس هل في 9 ما بيبقاش فيه ناس يعني والاجواء هادية قوي قوي؟ لا، مش لدرجة قوي قوي. واحنا ان شاء الله معاكم بالتصوير اول باول عشان تعرفوا اخبار الشواطئ ايه. والشواطئ دي شواطئ عائلات، بس شاطئ محمود سعيد في جزئيه كده بيبقوا عاملينها للشباب، يعني لو شويه شباب داخلين مع بعض في جزئيه كده للشباب يقعدوا مع نفسهم، مش انهم مثلا يدخلوا الشباب ويقعدوا في اي مكان هم عايزينه، لا، في جزئيه كده بيقعدوا الشباب فيها بعيد خالص عن شغل الاسر اللي بيبقوا قاعدين يعني وكده. تمام. هنا بقى الموجة هنا في شواطئ البروفاج وشواطئ برضو المنظرة، بس بالبروفاج يعني في البروفاج بالاخص كده زي ما انتوا شايفين طول السنة بنفس الطريقة كده. تحسوا ان انتوا نازلين بسين، مش ان انتوا في البحر بقى وموجة وخبط وارزع ووقع لا، مفيش. الموجة هادية قوي كده قوي دايما باستمرار. ليه؟ لان في حواجز هم حاطينها في البحر، فالموجة لما بتيجي بتصد في الحواجز دي، فالموجة يعني بتتكسر بقى، ما بتروحش ناحية الناس على الشاطئ. طيب اخبار الحراره ايه في اسكندريه؟ الجو حر جدا، يعني الحراره حراره. احنا في الصيف يا جماعه، احنا في شهر 8، متخيلين يعني؟ دي اساس، زي ما ده اساس المصيف فده اساس الحراره بقى. فالجو حر قوي قوي في اسكندريه اليومين دول.
باذن الله كده، باذن الله على اول 9 الحراره تبدا باذن الله يعني تبدا تخف شويه. طب احنا لو حابين بقى ان شاء الله احنا كده جايين نصيف في شواطئ البروفاج والشواطئ عجبتنا والدنيا تمام وزي الفل، قول لنا بقى سعر الايجار ايه بقى؟ الايجار اليومين دول يا جماعه الشقق صف اول على البحر، على البحر كده يعني ب4 ب3.5 ب3 حسب المساحه والنظافه والتشطيب وتكييفات، كام تكييف في الشقه او مراوح والكلام ده كله. كل ما ترجع ورا شويه مش على البحر يعني السعر بيقل. بحثتلكوا عن كذا شقه كده علشان تعرفوا برضو رينج الاسعار ايه. الشقق دي اصحابها عارضينها للايجار اليومي، شقه 145 متر في شارع 45، الشارع اللي انا دخلت منه في بدايه الفيديو. الشقه دي 3 نوم و2 حمام عامله 2000 جنيه في يومي. طبعا هي مش على البحر مباشر، لان لو على البحر مباشر بالمساحه دي فكانت هتلاقوها ب3 3.5 و4 لو هي مكيفه وتشطيب سوبر لوكس يعني. تمام. في شقه تانية 80 متر في شارع 45، 2 نوم وحمام ب2000 يومي، بس الشقه دي يعني صاحبها كاتب على البحر. شقة تالتة 150 متر 3 نوم وحمام، الشقة دي في خالد ابن الوليد. خالد ابن الوليد قريب برضو من شواطئ البروفاج، ب1000 جنيه في اليوم. يعني انا شايفه 1000 جنيه في اليوم شويه على مساحه كبيره زي دي، بس الله اعلم ظروف الشقه ايه، يعني هي بعيده شويه ولا مش متشطبه، سرايرها نظيفه ولا متكسره، فيها كم مروحه. طبعا اكيد ما فيهاش تكييفات الشقه اللي بالسعر 1000 في اليوم. شقه 70 متر في خالد ابن الوليد، 2 نوم وحمام ب750 في اليوم. وشقه تانية 100 متر في خالد ابن الوليد، 2 نوم وحمام ب1800 في اليوم. وشقه 110 متر 3 نوم وحمام متفرعة من شارع اسكندر إبراهيم ب1000 في اليوم. فطبعا اسكندر إبراهيم برضو قريب جدا من شواطئ البروفاج. اسكندر إبراهيم وخالد بن الوليد دول في ميامي، وميامي أصلا يعتبروا جيران العصافرة، لأن أول الخط كده جنب المنتزه في اتجاه المنتزه كده المنظرة، وجنب منها العصافرة وجنب منها ميامي. فاحنا دلوقتي بنصور في شواطئ البروفاج اللي هم 3 بوابات، بوابة جزيرة الدهب ومحمود سعيد والبروفاج. تمام. يبقى المنظرة العصافرة ميامي وبعد كده سيدي بشر، احنا في العصافرة بقى. تمام. والعصافرة دي لازقة في ميامي يعني جيران كده. هنا في البدال اللي انتوا شايفينه ده بتأجروه بالربع ساعة، بس انا بصراحة مش عارفة تأجيره هنا بكام، بالربع ساعة بالنص ساعة زي ما تحب يعني، حسب الراجل صاحب البدال وهو يعني ايه مسهلها على الناس ولا بقى رخم كده ويقول لك انا قال لي كلام ممكن ساعة او نص ساعة. فالمعلومة دي بقى يعني يا ريت لو حد في شواطئ البروفاج كده وعارف المعلومة دي يقول لنا في التعليقات. هنا بقى الممشى اللي احنا ماشيين عليه ده، الممشى ده اصلا في حد ذاته هو كده تحفه كده، يعني انت ماشي كده تتفرج كده والهوا جميل، فانت كده كانك بتتفسح. مش ضروري انك تنزل تحت في الرمله، يعني انت لو مش ناوي تنزل الميه فانت ممكن تكتفي كده ان انت تقف على الممشى ده وتتفرج كده على الناس وتشم الهوا. فانا بالنسبه لي انا احسن من انك تنزل الميه والعيال تجري وتطير عليك رمل والكبار ماشيين ويطيروا عليك رمل، فالوقفه فوق انضف لو انت مش عاوز تنزل الميه يعني. تمام. بس بما انك جاي من محافظه تانية انا عارفه انك لازم تنزل وتقعد كده وتقضي لك كام ساعه بقى في البحر، لكن نتكلم عن الناس اللي ايه الفسحه السريعه دي اللي بتبقى رايحه بس كده تتمشى كده بترجع تاني. هنا شايفين الناس كتير جدا جدا ما شاء الله. الاعداد في اسكندريه الشواطئ ممتلئه، كل الشواطئ ممتلئه. هسيبكم شويه مع صوت الهواء والبحر والميه والناس وهيصه الصيف وهرجع لكم تاني. شايفين بقى النفق اللي على ايدينا اليمين ده، النفق ده بتدخل منه كده وتلاقي الناس بتوع اللي قاعدين على شاطئ جزيرة الدهب. تمام.
شاطئ جزيره الدهب في النص كده ما بين شاطئ محمود سعيد وشاطئ البروفاج اللي احنا لسه رايحين له دلوقتي. فبتنزل، اول ما بتنزل من النفق ده بتقطع التيكت وتخش البحر، او تنزل النفق وتعدي الناحيه التانية للعمارات بقى وشارع 45 وكده. يعني النفق ليه هدفين، ليه مهمتين. بتنزل منه لشاطئ جزيره الدهب وبتعدي منه الناحيه التانية. النفق اهو. تمام كده خلاص، احنا كده صورنا النفق وواخدين في وشنا كده وماشيين رايحين فين. هنروحوا بقى ناحية شاطئ البروفاج. التلاتة التيكت بتاعهم واحد، 25 جنيه للفرد. طول ما انت ماشي كده بتلاقي بقى حمص الشام، بتلاقي مثلا الناس اللي بتبيع لب وترمس، الناس اللي بتبيع غزال البنات، الناس قاعدة على الكورنيش على يميننا وعلى شمالنا، أجواء مصيفية. يعني ربنا كده يعني يسعدكم. ايس كريم كمان معانا اهوت، فربنا كده يسعدكم. وواحد بكاميرا بيصور، واجواء مصيفيه يعني. فربنا كده يكرمكم ان شاء الله، وكل اللي نفسه صيف باذن الله يصيف بقى. كده الشاطئ اللي قدامنا ده شاطئ جزيره الدهب. تمام. في فيصل كده هم عاملينه سور اصفر كده اهوت، الكاميرا جابت عليه السور اللي في النص الاصفر ده، بيفصل ما بين البروفاج اللي في وشنا ده وعلى شمالنا كده جزيره الدهب. ده شاطئ البروفاج اللي في وشكم ده، بتنزلوا له بالسلم اللي على اقصى اليمين خالص. الناس قاعده برضو على السلم بتوع التيكت، بتقطع منهم التيكت ب 25 جنيه وتدخل للشاطئ. بس كده. وبكده تكون اجواءنا النهارده خلصت. يا رب تكون اجواءنا في شواطئ البروفاج العصافره اسكندريه عجبتكم. اشوف وشكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.